جينا صبيناها نمليها. صح. تقول مثلا تبى بي تسبح فيه، نمليها لين اخر الكاسه. انا يوم اتعرف على العتبان واقلط عند ابو ربيع يملي لي ربع، انا زعلت وجد منقوص فيني شيء. مستنقصك تحس منه. تتصدق علي انت؟ يا تعبي زي الناس ولا تشيل كاسه ولا تناديني، اما تناديني تصب لي ربع كاسه؟ ايش شايف انا خامه قدام؟ انا زعلت اخذت بخاطري وسكت. سكت. بعدين الايام بكره بعد بكره يصبوني شوي، انا اشفطها دقيقه، يعني حقتنا هذيك الكاسه اقعد فيها 10 دقائق، قعد تبرد علي. كاسه انا بقول لهم لا تبرد القهوه، بس انا بسالكم انتم من جد ليش تصبون ربع كاسه؟ لا سلمه كذا يعني ما في سبب، يعني مثلا لا تبرد. في الشاعر يقول دقيقة ابو فزان دقيقة. بعد اذنك على طريق لا سنطر. خلاص عندك. لا خلاص عندك يا ابو. لا والله عندك. لا والله عندك. شوف التقدير بيننا، خلاص شلون؟ خلاص لا تركبها. الشاعر يقول شوف البدو اكرم بشرب العالم، لا صبوا الفنجان ما يملون. لا صبوا الفنجان ما يملون، هم اكرم بشر في العالم. الله. ليش؟ ليش؟ انا اعلمك ليش يا ابو عمر. لانه يا طول العمر والسلامه اذا مليت الفنجان كانك تقول لضيفك اشرب وتوكل على الله، لكن لا نقصته تراي انا معك كل شوي. ابى اصب لك مره ومرتين وثلاث لين ثانيه. تقول العرب اول البدو كانت القهوه عندهم قليله، فلو بملالك الفنجان بتخلص الدله عشان تكفي وبيصب لك مقدار قليل، فصارت من باب الكرم. صارت عادة. بعطيكم مربط الفرس. انا بعد 2 3 سنوات جدتي تيجي عندنا قبل شهر. جدتي كبيره عمرها فوق ال70، الله يحفظها ويطول في عمرها لعيالها ولنا. انا اصب لي تقول لي صب لي قهوه. الله يخليها لك. امين. المهم تقول صب لي قهوه يا عيال. يصب القهوه انا اصب لها زيك. زيهم؟ كيف تصب لها زيكم قليل. كيف زينا؟ لا اعطيك على وجهك يا ولد. على وجهك. وش فيه؟ وش جدتك زينا؟ يقصد احنا ما نصب القهوه لا الله يعزهم قدرهم. ليه جدتك ما تصب لها انت قهوه؟ الرجال يقول انا اصب لها القهوه زيكم. يعني زيكم اقلل الصبه زيكم. ايوه قل لي صبه زيكم. يعني زيكم جدة الرجال زيكم. فيها الخير والبركة يا ولد انت. بس هذول ريشين. يا ولد رجال. يا عمر الله يعينك. والله انت بعد النجم حقك شادهم المرجله، ترى النجم ما يبغى له مراتب. السالفة كلها لعانة وتدقدق في خالد الشيباني من تحت الطاولة. ها